انا زبون كزبون، لان انا ايه؟ زبون. خلاص يا دكتور بقى اتاكدنا ان انت زبون. انا زبون، وفي مطعم بيعلن عن نفسه طلبك عني. امريكا بتقول لك انا عندي حريات، دخلت ما لقيتش الخدمه اللي في الاعلان، اعترضت حقي كزبون ومش عايز امشي من المطعم ده، فبعترض لان انا ايه؟ زبون. لا يا فندم حضرتك احنا مش في مطعم، احنا في وطن. حضرتك متلخبط بين المطعم والوطن. صعب جدا حضرتك تكون مواطن في مطعم، حضرتك بتكون جاست او ضيف في المطعم، لكن مواطن في الوطن. فحضرتك لو بتتعامل مع الاوطان على انها مطاعم رايح تاكل اللي يعجبك واللي ما يعجبكش تحاول تغيره، مش هينفع يا فندم، لانه حضرتك هتبقى دايما الشخص الغلط في المكان الغلط زي ما انت بتقول. والحاجه الثانيه انه في ناس ثانيه ضيوف في المطعم ده بتحب الاكل ده وبتاكله ومبسوطه بيه وصاحب المطعم مبسوط وكل حاجه تمام، ده بالنسبه للمطعم يا فندم. لكن الاوطان التعامل معاها بيكون بشكل مختلف خالص، مش هنتكلم عليه دلوقتي طبعا ان احنا لم نرتقي لمستوى الوطن، احنا لسه في المطعم يعني. فانا بقترح على حضرتك حاجه، لو هو الموضوع موضوع مطعم الحل بسيط جدا يا فندم، افتح مطعم حط فيه المنيو اللي انت عايزه بالاكل اللي انت عايزه. على فكره هتلاقي زباين كتير زي حضرتك كده بيحبوا الاكل ده وهيجوا ياكلوا يقعدوا وكله هيبقى زي الفل وتبقى ريحت وارتحت. لكن واضح كده ان حضرتك عندك خلط في المفاهيم، فاكر ان المطعم هو الوطن والوطن هو المطعم، فالعمليه متلخبطه معاك شويه. حضرتك بتقول كام سنه؟ 51 سنه بتلف على مطاعم وبتحاول تغير المنيو بتاعها. يا فندم دي مده طويله جدا، بس فعلا حضرتك فاجئتني جدا ان انت فاهم ان انت كل السنين دي في مطعم مش في وطن. يا نهار ابيض.